السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتأخرت كتير. الفترة اللي فاتت دي كان عندي ظروف صعبة، ما نزلتش حاجة على القناة، بس إن شاء الله الفترة اللي جاية أنزل بانتظام. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب، وربنا يجعلها سنة سعيدة على الكل. حلقة النهاردة مختلفة شوية. خليني أقولك إن أصعب من إن شخص بتحبيه يمشي، وإن يمشي وهو فاكر إنك واقفة على المحطة مستنية القطر اللي مش هيجي. النهارده انا مش جايه اقولك ازاي تعملي تخاطر وتولعي شموع عشان يرجع. انا جايه اقولك ازاي تبقي انت الجايزه اللي هو بيحلم بيها ويحلم يوصل لها. القاعده بتقول اللي يخرج من حياتي بمزاجه ما يدخلهاش تاني الا بمزاجي وبشروطي. ونقطه ومن اول السطر. في البدايه خلينا نتفق، انت بتحبيه، تمام. هو كان بيحبك، مفيش مشكله. حصلت ظروف، وارد، لكن في فرق بين ظرف وبين تخلي. الشخص اللي ساب ايدك في عز العاصفة ما ينفعش يرجع يطلب مكان في الشمس ببساطة. ليه بنجري ورا التخاطر؟ ليه بنخلي فلان يتدخل؟ ليه بنبين ان حياتنا وقفت؟ عزة النفس مش غرور، عزة النفس هي فلتر بيصفي الناس اللي ما تستاهلش طاقتك. هنا الاستغناء، والاستغناء هو مربط الفرس. عشان يرجع وهو حان راسه وفخور بيكي لازم يشوف النسخة اللي مش محتاجاه. قاعدة ال1% ملاحقة، لا مكالمات، لا رسايل، لا عتاب، ولا حتى ستوري متلقحة عليه. الصمت هو أعلى لغات الفخر. الخروج من دور الضحية. بطلي تسألي ليه عمل كده، اسألي أنا هعمل إيه في حياتي دلوقتي. الغموض الجذاب. لما تختفي تماما يبدأ هو يسأل نفسه هي ليه مش بتجري ورايا؟ هل إن هي لقد شافت أحسن مني؟ هل اكتشفت إن حياتها أحلى من غيري؟ هنا بتبدأ نار الفضول تاكله وبإيده. طب أعمل إيه؟ خطة العمل. لو فعلا رجع، وده غالبا بيحصل لما طاقتك تتحرر منه، التعامل لازم يكون كالآتي: ممنوع الاحتفال. لو بعت رسالة ردي بعد ساعات وبرود، أهلا أو خير. اختبار الجدارة، ما تفتحيش الباب على مصراعي، خليه يثبت انه اتغير وانه مستعد يدفع تمن الخروج اللي خرجه. وطبعا معروفة، عندك بيت يخبط عليه. سيادة القرار، انت اللي بتقرري. لو لقيتي ان حياتك بدونه كانت اهدى واكرم، قولي شكرا، المكان اتحجز لنسختي الجديدة. يا جماعة، الحب من غير كرامة هو مجرد احتياج، مجرد تعود. واحنا مش محتاجين حد يكملنا، احنا كاملين بنفسنا وبوجودنا وبعزتنا. اللي يحبك بجد يخاف على زعلك، مش يختبر قدرتك على التحمل. خليكي دايما الغالية اللي الوصول ليها بيحتاج مجهود، مش المتاحة اللي بترضى بأي فتات أو فتافيت. افتكري دايما مقامك حيث أقمتي نفسك. دايما خليكي قدام نفسك قوية. دايما قولي لنفسك أنا أستاهل أتحب، أستاهل إن يتجري ورايا يتضحى عشاني، أستاهل إن أنا يتمسك فيا. مش هدور على حد يرجعهولي، مش هدور على حد يقولي اعملي تخاطر، فكري هيرجع. أنا عملت حلقة التخاطر وجابت مشاهدات عالية، وفي منهم ببعت رسائل ازاي نتواصل نرجعه. يعني أنا كنت أحب إن الرد يبقى أحسن من كده، اللي عايزني يجيلي وأنا مكاني. في النهاية يا جميلات، افتكروا دايما إن الشخص اللي ساب إيدك وإنتي محتاجاله مش من حقه يمسكها وإنتي في قمة نجاحك وقوتك. الحب اللي بيكسر الكرامة ده وجع قلب مش سكن. والست اللي بتعرف تستغنى هي الست اللي كل بيعمل لها ألف حساب. خليكي دايما صعبة، الكسر
صعبة الكسر وعزيزة النفس والنسخة اللي مستحيل تتكرر. أنا كده خلصت الحلقة والدور دلوقتي عليكي. لو عندك أي استفسار أو محتاجة قراءة أو حتى عندك سؤال خاص أو تفسير حلم شاغل بالك، اكتبولي فورا في الكومنتات وأنا بنفسي هرد عليكم وهنحلها سوا. أشوفكم في حلقة أول وأنتوا في أحسن حال.